بعد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لكم في الدين من حرج. صدق الله مولانا العظيم. ربما فيما معناه الله لم يجعل لكم في الدين حرج. هل التضحية بعيد الإضحى من أركان الدين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو رسول الله. الصلاة، الصيام، الزكاة والحج، الشهادتان، الصلاة والزكاة والصوم والحج، 5. فما الذبيحة ما فماش. به انتم عندكم باش تذبحوا يا توانسة يا ليبية يا مصريين يا عرب يا مسلمين، هل أمة النبي محمد عندها باش تضحي؟ ما عندهاش. الكلام اللي قالوا اليوم الملك متاع المغرب أنا قلته قبله بسنوات بالنسبة لتونس. المغرب اليوم رأت، لا أقول المغرب، الدولة المغربية، باش ما تقولوش عليا أنا كلب من كلاب المغرب، لا، أنا كلب حتى حد، أنا رب المقلتين، المقلة الجان ومقلة الإنسان. أنا نلعب بالعببثة بإذنه تعالى. قرار الملك المغرب أن يدعو شعبه ما يضحيش سنة، لأنه فما ce qu'on appelle une sécheresse, une crise hydrique, un stress hydrique, ça s'appelle un stress hydrique. فما معناتها مشكلة في الماء في المغرب. المغرب ناقصة ماء، كيما اسبانيا ناقصة ماء، كيما انتوما ناقصين ماء. هل خرج من الملة ملك المغرب حينما دعا شعبه أنه لا يجب عليه أن يضحي هذا العام، لأنه الإسلام هو جلب المنافع ودرء المفاسد، شريعة محمد؟ الحج 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 لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا ركن من أركان الدين، معلوم بالضرورة من أركان الدين، ومن خرج عنه فقد كفر. لكن الله قال في محكم التنزيل لمن استطاع إليه سبيلا. كيما الأربع نساء يلي ما تخموا يلي ما تفكروا إلا بأيوركم القحطاء في الذكاء والمنتجة للخراء، ما ملايير من المسلمين لا يسوون مليمة أو سنتيمة أو فلسة أو بصلة. لا، البصلة أغلى من سنتيم، ما تسووش بصلة. هل الملك المغرب يحافظ على الثروة الحيوانية لشعبه؟ هل يوافق هذا قراره؟ هو لم يمنع، طلب من رعاياه أنهم لا في هذه السنة لأسباب كليماتيكية حرارية مائية صرموية لا مضرة وتضر بالاقتصاد الوطني المغربي، كما نبهتكم منذ سنين. عدم الحج وعدم التضحية يوم العيد، لا ببقرة ولا بدجاجة، لأنه لمن استطاع إليه سبيلا. أخي شوف، اللي نهار العيد إذا ما ذبحش ناقة ولا جمل ولا عاصي نطاح، يعني وكريف يقولوا في الجزائر، هي كلمة مازيغية، وكريف عجل، اللي مش قادر رب يحرقه بالنار، لمن استطاع إليه سبيلا.
هل دولة المغرب اليوم عندها إمكانية باش تضحي بمليون كبش وعام الجاي يلقاو راس زبي ياكلوه؟ ليس عليكم في الدين من حرج. هل أنتم اليوم قادرين تمشيوا للحج؟ ما كنتمش قادرين. هل اليوم فلوس الحج ماشية من قربة لله أو تقربا لأمريكا؟ نائكة الدنيا والدين يا ملاعين الوالدين. أنا لست حبيب مملك المغرب ولست عبده كما محمد موسى مرزوقي. أنا راجل وذكر. إلى لقيت قيادي يخدم في بلاده الجيوستراتيجية والتكتيكية واللاهوتية، أنا أقدره وأحييه. ملك المغرب كانت له شجاعة بورقيبة العام، قالكم ما تصوموش لأنه عندكم بناء، عندكم جهاد. هكا الشهر اللي تصوموا فيه ما تنجوش فيه. وقتها كان هو راجل ما عرفش يحكيها. هو خاطر شو أنا أحيي وتتخرولي في البلا. أنا وقت الترجي تعارك مع الوداد الرياضي متاع المغرب، أنا سبيت المغرب بصلحها وبطلحها. لماذا؟ لأنه الترجي وقتها مظلومة. أما إذا كانت الوداد المغربي مظلومة من الترجي، راني سبيت الترجي. أنا ذكر. قل الحق ولو على نفسك. هل القيادة في المملكة المغربية الشريفة العلوية ثابت تاريخيا أنه من أحفاد رسول الله؟ ثابت مش كي تبداو ترهزوا. ثابت أنه اللي يحكموا في المغرب من السادة يرجعون إلى أحفاد إلى علي بن أبي طالب، إلى العلويين. بنت النبي، هذا من سلالة النبي. نمن ما نامنش، هذا ثابت تاريخي. نرجعوا للسيد اسمه محمد رسول الله. كي هما تو عملوا علاقات مع إسرائيل وأمريكا، هل هم يضرون بالدين؟ لا. في المغرب الشعائر الدينية برا. شوفوا على فلسطين الشعب المغربي خرج بالملايين. لا الشعب الجزيري المسلم الماء، ولا الشعب التونسي المسلم الماء، ولا الليبي. اللي خرج هو الشعب المغربي. واليهود في المغرب لهم قدرهم ولهم مكانتهم كأي مغربي، لأن الدولة في المغرب دولة عميقة كبيرة في التاريخ، عندها 950 سنة. الدولة التونسية أقدم من المغرب، وأقدم أي دولة في شمال أفريقيا أو في أفريقيا كلها. لكن نحن من جاونا عقبة بن نافع انقطع نسلنا. هذايا الأدارسة اللي يحكموا في المغرب اليوم من سلالة النبي، من تخراو في البلا. هذا ثابت. شوف اسمعني مليح، هذا ثابت. ما تحكيوش معايا. شوف أنا لا أنطق عن الهوى. الأدارسة جاو من اليمن، هربوا من السعودية، خاطر جماعة الأمويين اغتصبوا بنات الرسول وحفيدات الرسول وسبينا نساء الرسول. يعطيكم زنب. انت تعرف تاريخ دينك؟ ما تعرف شيء. انت جاو عربوك ودخلوا لك دين الاسلام، اما تفهم العروبه ما الاسلام حد شيء. ملك المغرب فهم دين الاسلام. درء المفاسد وجلب المصالح. هل مصلحة المغرب أنها تعادي أمريكا وإسرائيل؟ لا. وهو السبب، هو نتيجة ما قامت به دولة المغرب بالتعامل بالاعتراف بدولة إسرائيل ومداهنة القوة الجهنمية الأمريكية. المغرب في الطريق الصحيح نحو الإقلاع الاقتصادي، ونجحت المغرب بنكانوتيا. المغرب طردت فرنسا في المجال البنكي، أو أكبر قوة بنكانوتية في أفريقيا، ورحم الله محمد الخامس.